ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده بقى هنعمل معاكم صينيه بطاطس بجنيحه الفراخ، بس والله يا جماعه تحفه تحفه جميل. هنجيب بقى كده ايه، كيلو اجنحه ماشي، ولو على حسب بقى الكميه بتاعتكم وعلى حسب اللي عندكم. ومعايا فلفل كده، ومعايا بصل، ومعايا طماطم، فلفلايه حلوه كده وبصل وطماطم. هنمسك كل ده هنحطه في بوله كده زي ما هتشوفوا معايا، وهننزل عليه بالتوابل، ملح وفلفل وبهارات ماشي. كل الخلطه دي هنفركها كده مع بعضيها، تتبل مع بعضيها زي ما انتوا شايفين كده. هننزل بقى بالفلفل، مش عايزين كتير، وعايزين بهارات، وعايزين نطرة كمون صغيرة، هو مفيش بقى في الكمون كده. وهنحط بقى ملح وشوية كده ايه، توم باودر. ليه بقى؟ لان انا مش هنحط توم من الصحيح. ولو في بقى بابريكا هنحط، شوية كزبرة هنحط، اللي انتوا عايزينه يا جماعة من التوابل تضيفوه ضيفوه، مفيش اي مشاكل. اهم حاجة نخلي ده يدبل معايا كده وينزل العصارة، اهم حاجة. طبعا دي اول حاجة هنركنها كده. ومعايا البطاطس اهيت مخرطاها كده شرايح، ومعايا كيلو اجنحة كده انا غسلاه ومنضفاه. معايا بقى كيلو الاجنحه كده زي ما انتوا شايفين، منضفاها التنظيفه المحترمه، وسايبه دي زي ما هي كده فيها. بصوا معايا اهيت، ودي كده جايه معاها سايباها كده، ما خليتش حاجه منها، كل حاجه زي ما هي كده. يبقى المناب كبير كده في ايد ولادنا في الظروف اللي الناس بتمر بيها ديت وغلا الدنيا. طبعا احنا مش عايزين نتكلم على اي غلا، الحمد لله احنا في نعمه. طبعا بقى هننزل بكل ده في التتبيله ديت، والتتبيله دي كلها هتبقى للبطاطس. هناخد منها بس عصرة من المية كده ماشي، عصرة كده هنحطها على الفراخ، لان الفراخ دي هننزل بها في الشوربة، وبعدين هنحطها في الخلطة وهنحمرها زي ما هتشوفوا معايا. بصوا بقى زي ما انتوا شايفين، هناخد بقى كده كل الخلطة دي على البطاطس كده، ما عدا العصارة دي. العصارة ديت هنحط لها معلقتين من الخل. بصوا البطاطس اهي زي ما انتوا شايفين معايا، هنحط لها معلقتين من الخل زي ما هتشوفوا معايا. هنحط معلقتين، او نشوف اللي هي الازازه السليمه. توم باودر وبصل باودر وكمون، كل ده مع بعضه كده. نطره برده كمان من الملح ماشي. وهنتبل كده ايه، كل ده هننزل بيه في التتبيله ده، يتبل كله كده مع بعضه، ونسيبها شويه. طبعا غسلنا غسله محترمه. هنسيب كل حاجه من دي شويه كده في التتبيله دي، لان التتبيله دي يا جماعه مش مكترين فيها، لان ديت هتدخل لسه غلوه كمان. يعني انا هنحطها غلوه كمان تطيب معايا، لان الجنيحه دي كبيره مش صغيره. وادي صينيه البطاطس كده معايا زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. حطينا لها كل الاضافات بتاعتنا، بس الحاجات دي بس على طريقه اجدادنا. بطاطس بطماطم وبصل وفلفل. لو عندكم جزر هتحطهم، اي حاجه عايزين تضيفوها ممكن، شويه بسله عايزين، بس انا عاملاها على طريقه البطاطس، صينيه البطاطس بس اللي هتدخل الفرن زي ما كانوا بيعملوها في الفرن الطينه والفران العاديه، هي كده بس بكل مكوناتها. دي صينيه البطاطس بتاعتنا. هنيجي بقى حله على النار، حله على النار فيها طماطميه وبصلايه. هننزل بقى باللي انا كنت ركناها ديت معاكم. بصوا كل ده ياخد له غلوه، وهتشوفوا هنعمل بيه ايه. مش بس هنخليه سليق، لا، كل الجنيحه بتاعتنا هننزل بيها في الشوربه كده. عايزاها تكون الشوربه بتاعتي غنيه كده وحلوه. بصوا طبعا انا عايزه كل ده يكون ايه. عملنا بقى اللي الشوربه، علقنا على الشوربه. هنيجي هنا هنحط شويه كده من الزيت، علشان ايه، شويه حلوين كده من الزيت علشان يتسبك معايا ويبقى تمام. ولو عايزين تحطوا صلصه بتحبوها حمرا خالص تحطوا. هندخل دي بقى تاخد لها غلوه من فوق، وبعد كده ندخلها الفرن. بصوا بقى بيبقى ورا الايه الدنيا دي شويه مواعين حلوين محترمين. هنبدا واحده واحده بقى كده، ان انا ايه، نغسل المواعين دي. عندي برامه كده بنحط فيها شويه صابون
وناخد منها ونغسل. هنفرد بقى الدنيا كده معاكم زي ما بتشوفوا كده. انا ما عنديش حل يا جماعه، اعذروني. ان شاء الله باذن الله كده لما قناتي تكبر كده بيكم ان شاء الله يا حبايب قلبي. ان شاء الله باذن الله هنجيب بقى حامل وهنظبط الدنيا باذن الله. هنمسك بقى كل حاجه كده نغسلها. طبعا انا عايزه مكان نحط فيه كده عشان الكاميرا اللي يطلع معايا بنغسله ماشي. وبعد كده بنشطف زي ما انتوا شايفين كده. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. عايزاكم كده تصلوا على الرسول، عايزاكم توصلوا الفيديوهات بتاعتي يا جماعه. هو لو فيديوهاتي مش عاجباكم برضو قولولي، لو في اي حاجه حلوه برضو قولولي. الحمد لله انا راضيه بكل عيشتي وراضيه بكل اي حاجه بعملها الحمد لله، حتى لو كانت بسيطه. في ناس بقى عايزاني اعمل ديك رومي واعمل مش عارفه ايه. ان شاء الله باذن الله القناه بس تكبر بيكم باذن الله. انا طبعا والله العظيم انا لسه قناتي صغيره، وحتى بيقولوا كمان لما توصل 1000 مشترك لازم مش عارفه كام مشاهده. طبعا 4000 مشاهده تقريبا، ومش بس 1000 مشاهده، لازم كل فيديو يحقق برضو ايه، يحقق حاجه كويسه من المشاهدات. وانتوا زي ما انتوا شايفين محدش قد كده برضو. الحمد لله في ناس بتتفرج وبتشاهد بس لسه قليله. انا عايزاكم بقى تدعموني علشان القناه بتاعتي تكبر، وطبعا مش هتكبر الا بيكم احلى فانزات في الدنيا. ربنا يحفظكم يا رب. قناتي بقى كده ايه على قدها ان شاء الله باذن الله. انتظروني قريب على التيك توك باذن الله ان شاء الله باذن الله. طبعا التيك توك بيبقى انتشاره اسرع من اليوتيوب، ربنا يجعل لنا الحظ باذن الله. انا عايزه كل حاجه بنعملها كده يا رب تعجبكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. نبدا بقى نسلك الحوض بتاعنا. ربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب كلنا كده يا رب، ويبارك لنا في ولادنا، ويجعل الايام اللي جايه كلها خير. واعذروني لو انا ما بنزل لكمش الفيديوهات على طول، والله يا جماعه غصب عني. ساعات كده بتبقى فيديوهات عاديه خالص طبعا، وقله فضا، التصوير بيبقى مرهق وكلام من ده يا جماعه. وطبعا لازم كل فيديو يليق بيكم، مش عايزه اي حاجه كده ايه يكون فيديو والسلام. خلي بقى ديت ثابته كده، مش عايزه اي حاجه كده ايه تنزل. والله انا هو ساعتين بس المفروض هما اللي فاضيين عندي للطبخ، بالروقه ما بين مذاكره وترويق وحاجات كتير. واحده واحده بقى كده نصفي الحوض وكل حاجه من دول كده تتصفى معايا. هناخد بقى كده ايه دول نشيلهم علشان الحاجات دي انا متجوزه بيها. الحاجه دلوقتي بقت غاليه، ونحافظوا على حاجتنا ما نخلوش اي حاجه. ودول برضو ناخدهم في حته كده يتصفوا هنا على الغساله. في طبق اهوت برضو هنغسله معاكم. دي سلكه يا جماعه، سلكه صغيره، انا عندي سلكه ينفع نبندها. هناخد بقى ده كده بدلت زي ما هو كده. نيجي هنا دلوقتي معايا طبعا هي مكسفيه، نرصها في الدرج علشان نغسل ديت. بصوا صينيه البطاطس بعد ما غلت. بصوا يا جماعه الفلفل كان بسيط خالص، اضطريت اشتري الكيس ده هو علشان ايه اعمل البطاطس بتاعتي بالفلفل كده يبقى ظاهر فيها. وزي ما انتوا شايفين كده ادي الشوربه، الجناحات بتاعتنا هيت ما شاء الله. بصوا نطلع بقى اي ريم كده من الحله زي ما انتوا شايفين.
والريحه يا جماعه مش متخيلينها. اكيد يعني تتبيله الحاجه ديت قبل ما تتحط في الشوربه بتدي للشوربه ريحه. هيرين في الحله هنبدا اللي احنا نطلعه كده زي ما انتم شايفين، عشان تبقى الشوربه معايا رايقه وما ينسقطش تحت. شوربه بقى بتاعت زمان، بتاعت امهاتنا، اللي كان ما بيتحط لهاش بقى ولا لوري ولا حبهان ولا اي حاجه، هي طماطميه وبصلايه كده وشويه الفلفل اللي هيتحطوا في الاخر عشان ما يسمروش معايا. وهنغطي عليه، هنغطي بقى عليها كده مهويه كده علشان تغلي غليه حلوه. والبطاطس اهي بصوا ما شاء الله يا جماعه، والله ريحتها طالعه خطيره من فتقه دي متاع. نرجع بقى تاني هنا هنحط نطره كده صغيره من الفلفل عشان ياخد من طعمها. بصوا بقى كل حاجه على الطبيعه معاكم. ادي الحوض كده اتصفى، بس نغطي بقى ايدينا كده علشان ما يبقاش ايه حرام علينا. هنبدا بقى واحده واحده كده ننزل كل ده في الصفايه ماشي، ونرجع تاني معايا حته كده بقى ايه بنشطفها شطفه حلوه علشان ننشف بيها ونبدا ندعك. ودي بقى يا جماعه لونها كده، حط عليها شويه صابون، بنتي كانت بتلعب بيها بنسيبها لها، بس ديت بتاعه مكعبات التلج. ولو في شوكولاته مثلا ولا حاجه عايزين تعملوها بتعملوها، بس هي حطت فيها الوان وزي ما انتم شايفين بوظتها كده. جميله بصراحه، خليتها جميله. هنحطها برده هنا تتصفى. هنمسك بقى الحوض ده عقبال ما نجيب بقى المره الجايه ليفه نسقي الميه عشان ما يبقاش حرام علينا. لازم كده نتقي ربنا في كل حاجتنا ماشي. ونبدأ بقى واحدة واحدة كده. الحوض لازم ننضفه علشان وانا بنشيل المواعين دي لو اي حاجة وقعت فيه طبعا بقى هنمسك دول عليهم كده عشان دي هتتغسل، ودول كده مركونين عندي واحدة واحدة تحت المضرب. اللم ده كانت نضيفة، كل الحاجات خليه اللي يقع هنا بصوا خليه. كل حاجة كده ايه انا حطاها تتصفى. بصوا مكان الصفايه هندعك كل ده، مش هنخلي اي حاجه لما ندعكها ننضفها. وادي المضرب بتاعي وادي الكوبايات متصفيه والدنيا تمام. كل ده اللي متصفي هناخده ونبدا نرصه على الاطباق. بنسيبها هنا لاننا بنسحب منها بصراحه. نغسل بقى قدامكم زي ما شفتوا. ده طبق بتاع امي والدتي المونيا، بنسيبه كده ساعات بنقلي فيه بيض، بنعمل فيه اي حاجه. هنشيل دي كلها بكل اللي عليها كده علشان ننضف الحته ديت برضو معاكم. طب هنعمل ايه؟ بصوا يا جماعه كل ده بيكون بعيد عن بصوا زي ما انتوا شايفين كده واضح. بصوا دي كلها بتبقى رواسب، وطبعا انا ايه بتبقى تحت المطبقيه وكل يوم مواعين. بنحاول بقى واحده واحده كده علشان ايه ننضف وراها. نحط شويه صابون، لو نقطه كلور برضو بتعقموا الدنيا. برضو نقطه كلور كده بتعمل الحاجه وتعقم. لو في اي حاجه كده ايه تلمع معايا. كل حاجه طالما بتعملوها في بيوتكم بالحب ربنا هيبارك. في حاجه بقى كده عقبال ما نخلص ده كده ونسيب المكان ده كده يتصفى ماشي. انا جايبه يا جماعه صابون من الفرط فعشان كده هو مش بيرغي حلو. انا بعد كده هنجيب ايه واحده تكون حلوه كده مقفوله، ربنا يسهل ان شاء الله ترغي وتدي رغوه معايا حلوه، لان الصابون ده مش حلو بصراحه.
زي ما انتوا شايفين كده كل حاجة بدأت. بصوا دي الحاجة اللي بيبقى فيها انجاز، الحاجة اللي فعلا اسرار السعادة. الشطفة الاخيرة دي بجد اسرار السعادة. طبعا هنا عشان في التلاجة مغطياها بمشمع علشان ايه مفيش نقطة مية تيجي عليها. انا داخلة بيها تلاجتي عايزة نحافظ عليها. بصوا بقى يا جماعة الحتة دي هي كده لونها كده. بصوا هي كده ايه داخلة لجوه ولونها كده، فهي طبعا عايزة لها اسمنت ابيض ونعملها ان شاء الله. هنبدأ بقى ندعك دول معاكم عشان ما نطولش عليكم ونرجع تاني. هننقل بقى كده ايه البطاطس، هندخلها بقى الفرن دي وهنعمل بقى ايه اللهم صل على سيدنا محمد الرز. ماشي، هنحط بقى المادة الدهنية بتاعتنا ونعمل شوية الرز. معلقة سمنة كده زي ما انتوا شايفين صغيرة كده من اللي هي الهولندي، مش هنقول لكم بلدي بقى ولا الحاجات دي. وهنحط شوية كده نطرة صغيرة كده من الزيت برضو علشان الرز بتاعي يطلع مفلفل وحلو. ماشي، وبعد كده بقى ايه هنوريكم هنعمل ايه. هنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. هنروح بقى نغسل الرز ونرجع. بعد السمنة كده ما عملت معايا هننزل بالرز بس كده بايدينا. نديله تقليبه وكده احنا خلصنا من الرز علشان نكمل التنظيف. وانا شغاله كده في المطبخ، مش هنخرج من المطبخ الا وانا مخلصه خالص. متنسوش بقى يا جماعه تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكل اصدقائكم. هنقلب بقى تقليبه محترمه كده. وعايزه اقول لكم يا جماعه انا اصلا بنحب الجوانب، يعني احنا بنحب الجوانب على طول. كنا بنحب نجيبها مش عشان الدنيا غلا والكلام ده، لا هو ربنا بيرزق، بس احنا بنحب الجوانب بنحب نجيبها. الجناح ده احسن حاجه في اللهم صل على النبي. الفرخه هو والصدر بصراحه احنا بنحبوه كل حاجه، والوراك يعني الفرخه كمان كده ايه طلبوها اتعززت. اي قشره كده بنشيلها بنقلب تقليبه كده حلوه. مش عايزين نشوحها جامد، هنحط بقى ايه مقدار الرز ده ميه عشان ده رز ايه فلاح، ومش مكتره في الرز علشان ما يفضلش معايا ويتهدر. ميه كده من الحنفيه. شفتوا زمان امهاتنا كده لما كانوا بيعملوا الاكل نفس الطريقه كده اللي انا ايه بنعملها دي. هنحط بقى شويه ملح صغيرين ملح كده حلوين. انا كنت حاطه الحبه الاول كمان شويه كده. طبعا ايديكم مقياس يا جماعه، والله مفيش احسن من البركه. بصوا بقى كلكم طبعا فاهمين الدنيا. ده اول ما يغلي هنيجي جايبه كده رز الشمعة اهو ومغطيه عليه يغلي شويه وبعدين بنوطي عليه. عايزه اوريكم بقى كده المنظر بعد ما خلصت. بصوا بصوا يا جماعه لمعت معايا ازاي وبقت عامله ازاي. مالكمش دعوه باي حاجه هنا، ديت كده ايه حاجات قديمه ملهاش يعني مكان محاره او كده. وهنا برضو نفس النظام مش وساخه مكان محاره. دي هنحطها كده ودول صفيتهم في الحته دي. ودي ورقه يا جماعه انا سايباها كده بصوا اهيت مش وساخه. كل ده لمع معايا. هنخلص بقى نحط بقى ايه المطبقيه مكانها. بقى بلحت كده الشوايه زي ما انتوا شايفين، حاطه صاج هنا عشان لو اي حاجه وقعت. ولان ايه ده كده هننزل بقى بالصينيه تتحمر وشها تحت البطاطس.
بصوا الفلفل، بصوا هنحمر بقى وشها هنا تحت الشوايه، هنوريها لكم بعد ما تطلع. وهنا بقى زي ما انتم شايفين هنطلع معاكم كده بقى ايه كل الجنيحه بتاعتنا والفراخ بتاعتنا. بصوا بصوا يا جماعه، جنيحتنا وحاجتنا كلها هنطلعها هنا. وطبعا هنحط بقى ايه كوبايه من الشوربه تحت بالراحه كده. وادي اهوت برده كان في اللي هي الزور كده برده. كل ديت بقى هنحط كده ماشي، ونحاول انا ايه نرصها واحده واحده. هندخلهم بقى ايه الفرن ياخدوا لهم كده تشميعه. هنلمعهم بزيت وشويه مثلا صلصه لو عندكم، شوفوا معايا هنعمل فيهم ايه، وشويه بهارات وادي الشوربه بتاعتنا. بصوا زي ما انتوا شايفين كده طلع معايا كده، زي ما انتوا شايفين كده كبشه بقى كده من الشوربه علشان تتبخر معايا في الشوايه وما تخليهاش ناشفه معايا. بصوا يا جماعه الشوربه الايدام بتاعها خفيف ازاي وجميله يا جماعه، مش متخيلين ريحتها كانها شوربه بلدي بالظبط. هنبدا بقى نعمل ايه، هننزل بالكبشه الحلوه ديت كده على البطاطس من الجنب في الشوايه، لان اصلا هي بتتبخر، اي صوص فيها بيتبخر، الحاجه الحلوه كده اللي بتطريها كده بتتبخر. نحط بقى في صينيه البطاطس من الجناب كده كبشتين 3 علشان احنا بنحب اللي بيكون جواها كده وبيخليها تدوب في بعضيها. بصوا بتغلي ازاي، او نعمل بيها ملوخيه او اي حاجه. وزي ما انتوا شايفين بقى هنجيب بقى كده ايه نطره صغيره من الملح بالفرشه، بس نطره صغيره على الصلصه لان الصلصه بيبقى فيها ايه ملح. والفلفل، حبه الفلفل اللي احنا جايبينه عقبال ما نجيب فلفل دول هنحط برده عليها كده. الفلفل ده يا جماعه بيضيع اي ريحه زفره، طبعا احنا غسلناه غسله محترمه. هنحط بقى كده ايه نطره صغيره كده من البهارات ماشي. وطبعا ايه لو عايزين تحطوا معلقه زيت كده تلمع معايا، بابريكا مفيش مشاكل، انا حطيت زيت كتير عادي برضو. هنمسك بقى كده نمعجنها كده ايه ونلمعها كده التلميعه المحترمه. نحط كده نحاول ان انا نفرد على كله. بصوا يا جماعه كده نحاول ان انا نفرد الجوانح من كل جنب. بصوا وايه نبقى نقلبها في الفرن. هي طيبه معايا يا دوبك بس تشميعه، وعايزينها طريه مش عايزاها مثلا إيه مش عايزاها ناشفه، عشان كده انا حطيت لها ايه كل ده كده. عبيت بقى برطمان الملح كده، مش عايزاه يا جماعه ايه التانيين بيعملوا مني بيصدوا، فبنجيب برطمان كده من بتوع العسل ونغسله ونحط فيه الملح، وتكون البتاع بتاعته من فوق بلاستيك. وايه بصوا دول بقى هنحضرهم كده، كنت محافظه عليهم. نقول لازمتهم ايه في المكان اللي انا كنت ساكنه فيه الاول. نقول لازمتهم ايه، انا ما عنديش اصلا لا رخامه ولا حاجه نسند عليها، تنيت شايلاهم ومحافظه عليهم علشان اهوت جه كل حاجه ما بنرميهاش. ليه بقى نفعهم اهوت. هنرص عليهم دلوقتي، طبعا الاول ولا كان في قناه ولا كان في حاجه، هنرص عليهم بقى الاكل بتاعنا علشان ما يبوظوش الرخام. دي بقى اول حاجه طلعت معايا هتشوفوها البطاطس لسه طالعه كده من الفرن سخنه خالص بالبخار بتاعها، زي ما انتوا شايفين كده البخار طالع على الكاميرا على طول. شويه رز بقى هنجيبهم برضو كده علشان ايه ده البنتين الصغيرين اللي هياكلوا، وانا يا دوبك نلبس ونروح الشغل. بس نصحى بقى من بدري نعمل اكل علشان الشغل، ويا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. بصوا بطاطس، بصوا الفلفل بالتوابل اللي فيها،
والله يا جماعه بطاطس زي الفرن بتاع زمان اللي كانوا بيعملوها في الفرن الطينه، كان بيبقى طعمه ايه نفس النظام كده في الشوايه. لازم نديها التحميره دي. الصينيه هي ملهاش دعوه بالفراخ ولا باي حاجه، ممكن نعملها كده ايه يعني. استنوا بس ابلع الاول. بطاطس وهم بصراحه يا جماعه، جميله جميله. ممكن نعملها كده هي وشويه الرز دول من غير الجوانح يعني عادي. زمان برضو كانوا بيعملوا كده، اول ما بيخلصوا خبيز ما بيكونش عندهم بقى ايه لا لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه من دي، فكانوا بيعملوا ايه، كان اللهم صل على سيدنا محمد بيجوا جايبين بطاطستين وطماطمتين ونفس الطريقه ديت وزقنهم في الفرن اللي فيه الطينه. الناس الارياف والناس اللي كانوا عاملين افران قدام البيت، او الفرن العادي دلوقتي الفرن الغاز، مع شويه رز ابيض كده حلوين، وياكلوا كلك ما شاء الله بالهنا والشفا. عن الشغل رحت رافعه الرف على الشوايه العاليه خالص القريبه علشان يتشوي معايا الجناح. سامعين التحمير وسامعين الصوت ده بقى، عنا عليها ونحاول انا نقلبها نوديها يمين وشمال كده. حطيت بقى الشوربه زي ما انتم شايفين. هنحاول بقى ان انا نغرف كده ايه في طبق. بطاطس طيبه خالص يا جماعه من تحت ورهيبه. هنحط بقى كده ايه من الجناب علشان ما نطلعش ايه كله ايه كده. بصوا حاول بقى ايه اللي انا ايه نطلع كده ايه واحده كده متحمره على 2 كده تحت. والف هنا وشفا يا جماعه لاولادي، وتفضلوا عندنا. يا رب تكون فيديوهاتي كلها بتعجبكم. حاجه بسيطه كده من بيوتنا، حاجه بسيطه وشويه شوربه كده حلوين. ما تنسوش يا جماعه الاشتراك علشان قناتي تكبر، مش هتكبر الا بيكم. طبعا هنغطي الصينيه ديت كده، والبخار بقى ايه مش عايزه اقول لكم طالع على الكاميرا عامل ازاي. شويه شوربه حلوين كده بليمون. بصوا عامله ازاي، بصوا دايبه ازاي يا جماعه. بصوا العظمه بتطلع منها ازاي، بصوا دايب ازاي وجميله، ومش متخيلين الريحه يا جماعه. والله ان شاء الله الريحه وهم. شويه بطاطس كده حلوين الصينيه هي. طبعا الباقي بقى في الفرن بيتعمل ده عشان ولادي هياكلوا. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه. رب كل فيديوهاتي تكون بتعجبكم. طبعا الدعم كله منكم. ربنا يبارك لكل الناس اللي بتدعمني والناس اللي واقفه جنبي. ربنا يحفظكم جميعا. قبل ما اقفل يا جماعه انا قلبت الباقي. بصوا الصوص اللي تحت ده ممكن هنحمر فيه عيش وبرده ولادنا ياكلوه. مفيش اي حاجه هنهدرها معاكم. ادي كيلو بس كده من الجناحات، عمل لنا شوربه، عمل لنا حاجات جميله. ما تنسونوش يا جماعه في الاشتراك تاني مره علشان خاطري. ادعموا قناتي وهيوصلكم كله جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.